العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب الذي يطل عليكم عبر شاشات شبكة سلام الإعلامية. نرحب بكم جميعا مشاهدينا الكرام، ونرحب بمن يصحبني في التقديم دائما وابدا زميلي أنس بيان. حياك الله يا أنس. حياك الله عبد الرحمن، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. نذكركم مشاهدينا الكرام بأننا لا نستغني عن مشاركاتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة وعبر قناتنا في اليوتيوب. مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أول فقراتنا لهذا اليوم وجلسة سمر. حياكم الله من جديد في جلسة سمر. اليوم موضوعنا يا أنس موضوع واسع جدا وفضفاض ويهم كل الشباب بلا استثناء وكل فئات المجتمع. بل موضوعنا هو عبارة عن نصف المجتمع لا وهم النساء. من هم النساء في حياة الإنسان منا؟ دعنا نبدأ بالمقولة الشهيرة والتي دائما تتوارد عند كثير من الأذهان: المرأة هي أمك وهي أختك ولهم حقوق وعليهم حقوق ويجب على الطرفين مراعاتها. وقضية النساء لابد أن تكون قضية يعني دارجة في النقاش، بحكم أن الكثير من المجتمع أو الكثير من الناس لا يستوعب أهمية هذا الفرع الكبير أو هذا الصنف من المجتمع الذي بعد أن ننتهي من جلسة السمر سوف يعني يتبادر لديه الجميع أو تصل الفكرة لديه الجميع أن تأثير هذا الفرع من المجتمع هو تأثير أساسي وكبير. طيب، دعنا أول عبد الرحمن نأخذ التوجيه النبوي تجاه المرأة وكيف أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعامل معها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، وأيضا قال استوصوا بالنساء خيرا. رفقا بالقوارير، النساء يعني عبد الرحمن لا يخفى على الجميع أنهم يعني رقيقات، ومشاعرهم عادة تكون جياشة أكثر من الرجل تلقاه شوية مهما كانت مشاعره، قد يعني يكون بعض من الرجال يعني مشاعرهم جياشة، لكن ما يصلون إلى ما تصله المرأة من الحنية والمشاعر الرقيقة جدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أنه رفقا بالقوارير واستوصوا بالنساء خيرا. يعني انك تحاول بقدر المستطاع انك يعني اعطيكها باللغه العاميه ما هي باللغه العلميه، لا تؤذيهم وتعامل معهم بلطف، و يعني خلي الرفق هو عنوانك معهم، واستوصي بهم كما امرك الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا. نعم. طيب، دعنا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. هذا الكلام يعني هو من باب التذكير فقط بأهمية هذا الموضوع، ولكن دعنا الآن ندخل في الموضوع الذي سوف يهم الكثير من الشعب، ألا وهي ما هو فهمك لطبيعة العلاقة بينك وبين أي أنثى في حياتك. سيضع لك حدودا في محلها. يعني لو جينا نتكلم عن فهمك لهذا المنظور فهم دقيق جدا، قد يضع لك أمور واضحة جدا بناء عليها سوف تتخذ الإجراء وتتخذ التعامل المناسب، سواء كانت الزميلة في مرتبتها أو المعلمة وكذلك غيرهم. يعني أنت طبيعي جدا أن تخالط هذا كونه هو عبارة عن نصف المجتمع. أنت طبيعي راح يمر بك الكثير من المواقف سوف تخالط به هذا الجنس الآخر، ولكن فهمك الحدود التي بينك وبينهم سوف تساعدك كثيرا على أنك أنت تحذو وتخطو خطوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التعامل
مع النساء. أيضا تعاملك مع المرأة يجب أن يختلف عن تعاملك مع الرجل، والمقصد هنا أن لا يكون هناك مثلا نوع من التلامس، وأن يكون الاحترام والقيمة الأولى هي القيمة الأولى دون الخوض في التفاهات. المقصد هنا أنك من الغير طبيعي أنك تعامل الرجل كما تعامل المرأة. نقصد هنا نقصد المرأة الأجنبية التي يعني لا تحل لك. يعني من الغير منطقي مثلا عبد الرحمن اني انا اجي اتعامل مع رجل قابلته في الشارع واسلم عليه وممكن اني اقبله في جبينه واقبله في خده والى اخره. هذا حدود تعاملك مع الرجل. من الغير طبيعي انك تسوي هذا الامر مع المرأة. فلذلك دائما كما ذكرت عبد الرحمن انك عندما تضع حدود بينك وبين المرأة وتعلم يعني انك انت مثلا على سبيل المثال في الجامعات، بعض الجامعات تكون يعني يكون فيها نوع من الاختلاط في داخل الفصل، فانت عند مثلا يربطك. انا لا اقول لك استحاله انك انت لن يكون بينك وبين المراه او الصديقه التي او الزميله التي معك داخل الفصل يعني اي نقاش او ما شابه ذلك. سيجمعكم واجب، سيجمعكم اي مهام يكلفك فيها الدكتور، لكن انت اذا كان في قرارك الداخلي انك انت رايح تخلص المعاملة هذه أو تخلص هذا الحديث في الحدود الشرعية بدون السلام، بدون اللمس، بدون استخدام الكلام اللطيف. وكذلك هذه مع المرأة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، المرأة عندما تخاطب الأجنبي يجب عليها أنها تغلظ في كلامها. ايش المقصود انها تغلظ في كلامها؟ عندما تتخاطب مع رجل اجنبي او انه ما يحل لها، شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انها لابد انها تغلظ في اسلوبها، انها لا تتعامل معها تتعامل معه باللطف والكلام الطيب. وفي آية في هذا الكلام ولا تخضعن، يقول الله عز وجل ولا تخضعن من القول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الأمر يأتي على حالتين. من عند الرجل أنه عندما يذهب لا يستخدم هذا الأسلوب اللطيف ويعني يدخل في أمور أنت جاي تخلص مثلا مع المهام المكلف فيها، خليها بالحدود بدون بدون التلامس، بدون السلام، بدون النظر، بدون الخروج مثلا في جلسة مغلقة أو من هذه الأمور التي عافانا الله وإياك منتشرة في هذا الزمن. وكذلك عند المرأة أنها عندما تخاطب الرجل الأجنبي لابد أنها تغلظ في أسلوبها ولا تخضع بالقول كما قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نعم جميل. وأيضا من مكارم الأخلاق يا أبو صقر أن يعامل الرجل أهل بيته معاملة خاصة ينفرد بها أهل بيته عن غيرهم. وشاهد ذلك من الأحاديث كثير أشارها قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرص ما يكون على أهل بيته وكان يراعيهم ويخدمهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أعماله وأشغاله. فما بالك بالذي يقول والله يا أخي أنا يعني ما عندي وقت يا أخي أنا أساعد أهلي ولا أخدمهم، أنا والله عندي أشغال كثيرة، أنا يتعذر بذلك. لا، أهلك يحتاجونك، يعني أنت ممكن توفر لهم كل سبل الراحة ولكنك ما تكون متواجد، هذا يشكل لهم إشكالية كبيرة. وجودك مهم جدا، لابد أن تخدم يعني أهلك وترعاهم، لأن هذا الموضوع يعني ليس مادي إنما هو معنوي. هي أشياء لا تشترى، هي أشياء يعني لا ترى بالعين المجردة، هي مجرد مشاعر وأحاسيس لابد أن تظهرها لأهل بيتك، لأختك، لأمك، لبنتك، أيضا لزوجتك، لأنها أمور كما ذكرنا غير محسوسة ولكن أثرها عظيم. وهذا الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يعني الكثير من الصحابة يتمنى أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعني أن يعني يضع له أبسط الأمور، فبالك أن يخدم أهل بيته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك كل هذه الأمور وخدم أهله بنفسه، فبالتالي حري بنا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني رسالة نوجهها للآباء والإخوان
أن المرأة يعني خلينا ناخذ مثلا من عمر من 10 إلى يعني من 10 سنوات إلى 20 25 تحتاج انك تحتويها بالكلام الطيب بالقرب منها كما ذكرت عبد الرحمن. لا تدع يعني انت المرأة هذه يوم تقترب منها ويعني تغطي عاطفتها هذه عن طريق الأبوة وعن طريق الأخوة، يعني يتولد لها خلاص انها هي تصبح ايش؟ مكتفية عاطفيا من منزلها. والعاطفة ما اجملها يا اخي تأتي من الاب او من الاخ. نقطة مهمة ايضا عبد الرحمن، البعد، كل البعد عن التعامل الجسدي مع النساء، بدءا طبعا بأهل بيتك وانتهاء بكل من تصادفه أو تصادفك معه مشكلة. هذه نقطة حساسة جدا. بداية هذه الأمور واللغوصة والخوض في التفاهات، أولا النظر هو البوابة الأولى للخوض في المستنقعات هذه. من ثم التلامس احيانا ترى يكون باليد، السلام عليكم السلام كيف الحال، واذا تطورت الحاله ممكن انك ايش يعني يصير فيه مثلا احضان، يصير فيه يعني السلام هذا اصبح معتاد لانك انت اصلا من عودت نفسك على هذا الشيء. وفي بعض الدول والعادات والتقاليد يقول لك لا احنا اصلا لا ما نعترف بسلام الايادي هذا، لا احنا سلامنا والله احضان يقول لك. فانت ما يعني وضعت شيء يردعك من البدايه ستخوض في هذه المستنقعات، وسيصعب عليك الا ما ان شاء الله عز وجل انك تخرج من هذه المستنقعات الا بقوه كبيره جدا. ففي البدايه اقطع يا اخي، اقطع الشك واقطع المشاكل هذه يا اخي. دائما انت عندما تضع هذا الموضوع تحت حدود معين واطار معين سيسهل عليك التعامل معه. لكن إذا خليت الموضوع لا إطار ولا حدود والموضوع يعني مفتوح منه وإلى أنت بعد ما تدرك هذه الأمور سيصعب عليك العودة. فأنت يا أخي من البداية أقطع الشك أو أقطع المشكلة هذه. نعم. طيب، على الصعيد الآخر، سهل الله عز وجل يعني طريقة التعامل مع النساء، ويعني شرع لنا الزواج. ولكن هناك يعني مفهوم انتشر كثيرا مؤخرا في أوساط الشباب العربي المسلم للأسف الشديد أو الشباب المسلم، وهو يقول لك أنا والله كيف أتزوج زواج تقليدي؟ لا، أنا أبغى أتعرف عليها وأتعرف على شخصيتها، ويعني بعد كذا نبدأ في إجراءات الزواج وما إلى ذلك، بحكم أنه العلاقة بين الرجل والمرأة لابد أن تكون مؤطرة تحت إطار إما الزواج أو إما أن تكون محرما لك. ما دون ذلك أنت لا تربطك مع المرأة أي علاقة إلا العلاقات الرسمية جدا. فبالتالي نحن نقول لا يوجد في شريعتنا شيء يقال له حب ما قبل الزواج أو حب يعني العفيف زي ما قالوا. لا، هناك مفهوم يقول أن البيوت تؤتى من أبوابها. فبالتالي هذا المفهوم مهم ومفهوم أساسي ومفهوم الجميع يعرفه، ولكن قل من يطبقه في هذا الزمان، بحكم أنه الثقافة الغربية أثرت على الشباب بشكل كبير جدا، وهذا التأثير كان على مدار سنوات طوال. فبالتالي المعالجة أيضا سوف تكون على مدار سنوات طوال. لابد أن تزرع في أبنائك من الآن وهم صغار حتى يتربوا على هذا الفكر السليم، بأنه هذا الدين هو منزل من الله عز وجل، فبالتالي هو منزه عن الخطأ تماما مهما يعني شرحوا لك وبرروا لك وأعطوك من الدراسات العلمية. فبالتالي إذا الدراسات العلمية لم تثبت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل هو الصحيح، فبالتالي لا عبرة بهذه الدراسات. أيضا المحور المهم هنا عبد الرحمن مراعاة مشاعر المرأة في أي مرتبة كانت، والاقتداء طبعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان في بيت، عندما لما رمت عائشة رضي الله عنها بصفيحة كانت قد بعثتها إحدى زوجات النبي إليه في بيت عائشة، وقال غارت أمكم غارت أمكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أنك تقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم
أن مراعاة مشاعر المرأة بشكل أخص، هو طبعا بشكل عام لابد أنك أنت تراعي مشاعر الجميع، لكن بشكل أخص المرأة. ليش عبد الرحمن؟ احنا ذكرنا بداية الحلقة أن المرأة عاطفتها جياشة، وهي في الحقيقة أنها لا تستحمل كما يستحمل الرجل. فلذلك أنت يوم تراعي مشاعرها وتحتويها، ويعني خلينا نتكلم مثلا على صعيد منزلك الصغير، عندما تجد مثلا واحدة من أخواتك تراعي مشاعرها وتحتويها ويعني تقدم لها كل ما تملك، أنت في الحقيقة أعطيتها شيء كبير كبير جدا. الكثير منا يغفل هذا الأمر. تلقى عبد الرحمن الكثير من الشباب أو من الإخوان أول ما يوصل البيت يتناقر، هو أخته وهو أخوه وهو مدري مين، يصير يعني يقلبون هذا البيت إلى بيت إيش؟ بيت مشاكل. تؤدي هذه المشاكل وعدم المراعاة وقد يدخل فيها تجريح وإلى آخره، أنك يصير هذا البيت بيت مستنفر منه. تلقى أصلا قلوب الإخوان والعائلة ما هي على بعضها. ليش؟ لأن لا يوجد شيء، أو هم ما هم متعودين على أنهم يراعون بعضهم بعضا في المشاعر، خاصة هنا نخص منهم النساء. فأنت يوم تدخل مثلا وتلقى أختك في حالة مثلا غير جيدة، أمك مثلا في حالة غير جيدة، وتروح مثلا تحتويها وتراعي مشاعرها وتقدم لها كل ما تملك، أنت في الحقيقة قدمت لها شيء كبير جدا. هذا الشيء سيعود إليك بشكل إيجابي، ليس عليك أنت إنما دائرة العائلة بشكل عام. عندما يتولد هذا الاحتواء تتولد هذه المحبة في هذا المنزل، من الطبيعي أن النفوس ستكون على بعضها والقلوب على بعضها، وستصبح بإذن الله عائلة سعيدة جدا، وعائلة يعني تقدم لبعضها كل ما تملك. هذا على صعيد الإخوان. أما على صعيد الزوجات، أنت بتدخل إلى زوجتك وتراعي مشاعرها، كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت إحدى زوجات النبي بصفيحة إلى بيت عائشة، وأتت عائشة ورمت هذه الصفيحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بأن يحتوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويخفف عنها. تولدت إيش؟ تولدت المحبة وتولدت الأمور وإلى آخره من هذه الأشياء الجميلة. فلذلك مراعاة المشاعر بشكل عام كما ذكرنا هو مطلب، لا شك، لكن بشكل أخص مع النساء هو أمر لابد أن يكون. ليش؟ لأن المرأة كما ذكرنا عبد الرحمن، المرأة هي يعني عاطفتها جياشة ومن هذا القبيل. نعم. مشاهدينا الكرام، الحديث في هذا الموضوع يطول. دعونا وإياكم نختم بهذا فقرة جلسة سمر، وننتقل وإياكم إلى ترند، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة ترند. الترند الأول: قوات الاحتلال تعتقل عدد من سكان قرية برقة شمال غرب نابلس وتخضعها لتحقيق، وتمنع السكان من مغادرة منزلهم، فيما يشابه حظر تجول في البلدة، والعملية مستمرة لأكثر من 14 ساعة. نعم. الحمد لله الذي اصطفى ابني لأقدمه عريسا لفلسطين، قالها أب فلسطيني مكلوم يتحدث للجزيرة بعد استشهاد ابنه في قصف الاحتلال، ويؤكد: خيارنا الأول والمليون الصمود، ولا يمكن أن تتسع هذه الأرض لاثنين. لا شجرة للميلاد ولا ترانيم للأعياد. غياب الأجواء الاحتفالية في قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط مناشدات بإيقاف الإبادة في القطاع. ونختم بهذا الخبر الذي للأسف أن ينتشر كل عام
اللاعب المصري المسلم محمد صلاح يغرد بصورة قام فيها بتزيين شجرة الكريسماس ووضع عليها فلتر أبيض وأسود تبدو في حالة حزينة، وكتب يقول: يجب أن لا نسين الاحتفال بالكريسماس، الحرب في الشرق الأوسط وخاصة غزة وهو فعل مستنكر جدا، ولاقى على إثره هجوم المغردين من كل مكان، ونحن من هنا نستنكر هذا الفعل المشين. وتكرار هذا الخبر تكمن أهميته في أهمية الشخص الذي نشر هذه الصورة ودعم هذا الاحتفال الباطل، لأن لاعب كبير مثل محمد صلاح يعتبر الآن واجهة العرب وواجهة المسلمين في الأوساط الغربية، فبالتالي نحن نستنكر هذا الفعل تماما، وإن عاد سوف نعود أيضا ونستنكر هذا الفعل إلى أن يعود وينهى عن فعلته هذه. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نكون وإياكم قد أنهينا حلقة ساعة شباب لهذا اليوم. على أمل أن نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم. أشكركم جميعا وأشكر زميلي أنس بيان. شكرا لك عبد الرحمن، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا تنسوا إخوانكم المستضعفين في قطاع غزة ودولتنا الحبيبة دولة السودان، لا تنسوهم من صالح دعواتكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينصرهم ويثبت أقدامهم، وأن يا أرحم الراحمين يمكننا من أرقاب وأعناق الصهاينة المغتصبين. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 4 بتوقيت أسمرة. إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا كملوا.